ايه هي مشاكل الغده الجاردرقيه؟ مشاكل الغده الجاردرقيه بتتلخص في كلمه واحده: الهايبر باراثايروديزم، او زياده في نشاط الغده الجاردرقيه. ودي في منها 3 انواع: الاولي والثانوي والثالثي. الاولي اللي هو البرايمري هايبر باراثايروديزم بيبقى سببه الاساسي وجود ورم في الغده الجاردرقيه، وزياده النشاط هنا بيبقى في غده واحده فقط من الاربع غدد. اما بقى بالنسبه لزياده النشاط الثانوي اللي هو السكندري هايبر باراثايروديزم، فده بيبقى سببه مشكله في وظائف الكلى. الجسم بيفقد كميه كبيره من الكالسيوم في البول، وبالتالي كل الغدد الجاردرقيه نشاطها بيزيد عشان تزود افراز هرمون الباراثورمون عشان يقدر يعوض فقد الكالسيوم. زياده النشاط هنا بيبقى في الاربع غدد. اما بقى بالنسبه للتيرشري هايبر باراثايروديزم اللي هو الثالثي، فده بنعتبره امتداد او مضاعفات من زياده النشاط الثانوي في الغده الجاردرقيه. بمعنى ايه؟ مريض امراض كلى بقاله فتره طويله بيعاني من مشاكل في الكلى، بالبلدي كده بدا يدخل على غسيل كلوي، فبالتالي جسمه بقاله فتره طويله بيعاني من زياده النشاط الثانوي في الغدد الجاردرقيه كلها، وده بيخلي الغدد الجاردرقيه غير متحكمه في افراز هرمون الباراثورمون، وزياده النشاط في الحاله دي بيبقى في الاربع غدد.